عصابة مرسيليا التي تحوم كظل مقلق فوق المدينة الفينيقية. مهرب المخدرات الأكثر تنظيماً يجندون الشباب ويفرضون عنفهم في بعض الأحياء. فهل تتحول مافيا دي زيد إلى كارتيل فرنسي قوي خارج عن سيطرة السلطات؟ على مدار سنوات تخوض هذه العصابات حرباً شرسة يومياً عند أسفل الأبراج السكنية للسيطرة على تجارة المخدرات. وعلى مدى أكثر من عام فرضت مافيا دي زيد نفسها كأقوى مجموعة في المشهد. رغم أن المجموعة متمركزة في منطقة مرسيليا الكبرى، إلا أنها تتعرض بانتظام لعمليات اعتقال ومداهمات من قبل الشرطة، لكن تأثيرها الإجرامي يمتد الآن من مرسيليا إلى مدن أخرى مثل أفينيون، فالنسيا، سانت-إتيين وليون، بينما يعتقد أن بعض أعضائها استقروا في بلجيكا. استراتيجيتهم تتمثل في التوسع إلى مدن أصغر للهروب من رقابة الشرطة. يعتقد قادة مافيا دي زيد أن التوسع في مدن متوسطة الحجم أسهل من محاولة فرض السيطرة في مدن كبيرة تخضع لمراقبة الشرطة. يتجمع هؤلاء الرجال بوجوه مخفية لإعلان خبر ما. لم يسبق لعصابات المخدرات الفرنسية أن عرضت نفسها بهذا الشكل، مثل الكارتلات في المكسيك وكولومبيا التي تلهم المجرمين الفرنسيين. إنها شبكة إجرامية متنوعة النشاطات. إلى جانب تجارة المخدرات تتجه مافيا دي زيد إلى أنشطة إجرامية جديدة مثل تهريب الأسلحة وعمليات الابتزاز، كاستهداف أحد أقارب مغني راب قتل بالرصاص في أغسطس الماضي. مؤخراً دخلت المجموعة في أنشطة الاتجار بالبشر، بما في ذلك استغلال الأطفال في الدعارة، وهي تجارة يعتبرها المجرمون أقل خطورة من المخدرات. تحت الملاحقة الأمنية يشتبه في أن أعضاء مافيا دي زيد يقومون بغسل أموالهم في مجال العقارات في دبي في الإمارات العربية المتحدة، وهو بلد نادراً ما يستجيب لطلبات التوقيف الصادرة عن الشرطة الفرنسية.